يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب. يا رب تكونوا كلكم بالف خير. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده بقى كده فيديو مليان تفاصيل بين في مطبخ حماية من تحت وبين شقتي فوق. فيلا بقى كده فيديو النهارده ان شاء الله هيعجبك، ولو عجبك ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتكتبي لي كومنت امر منك. اول حاجه كده عملناها ان انا اول ما نزلت كده قلت هفطر الولاد الاول، فحطيت كده اللبن، عندي كيلو من اللبن يغلي اللي هو الحليب يعني، يغلي على النار. وبعدين كده قلت كنت مطلعه فرخه، قلت طبعا هتبلها من بدايه اليوم كده عشان طبعا انا هعمل النهارده صينيه بطاطس بالفراخ، فانا بحب تتبيله الفراخ تكون يعني عاملاها اقل حاجه 4 ساعات 5 ساعات تفضل في التتبيله دي اقل حاجه. هو الافضل اصلا والاحسن ان انا اعملها من بالليل، بس بما اني بالليل ما كنتش فاضيه ومعرفش كان في ايه، فالمهم ما عملتهاش يعني. فهنا حطيت الحليب يغلي على النار، وحطيت كده عندي وخرطت كده عندي بصل وبهرته كده بالكمون والفلفل الاسمر والملح والسبع بهارات، وبدات كده اتبل عندي وفركت طبعا بايدي كده لعندي لما البصل دبل معايا كده بايدي شويه، وجبت كده بقى عندي الفراخ ودخلت بقى فيها تتبيله البصل دي والبهار اللي انا قلت لكم عليها، وهسيبها بقى كده حوالي 5 6 ساعات لحد لما يجي بقى وقت الغدا وابدا اجهزه. ركنتها بقى كده على جنب ورجعت عندي بقى هنا تاني للحليب. طبعا بعد ما غلى معايا حطيت عليه كوبايه من اللبن، لا كوبايه من اللبن ايه، كوبايه من الميه، عشان طبعا الرز معايا يستوي ويبقى معايا حلو. فلازم خطوه مهمه جدا انك انت تضيفي على الكيلو اللبن تضيفي عليه كوبايه من الميه معيارها 200 مللي اللي هي كوبايه المج الشاي العادي بتاعنا ده. بعد طبعا ما غلي معايا نزلت عليه بالرز وهديت طبعا عليه النار خالص لحد لما استوى معايا. نزلت عليه عندي بكيسين من الفانيليا وبس كده، وما حطيتش اي نشا، انا اكتفيت بالنشا اللي في الرز. فانت مثلا لو حابه القوام بتاعه يكون اتقل من كده، بس طبعا انا شايفه ان هو قوامه كده قوامه حلو جدا يعني، فعشان طبعا يبقى مفروض كده عندك في الطبق. اما لو خليتيه القوام بتاعه اتقل او اسمك من كده مش هيتفرد معاكي في الطبق بكل سهوله. بس طبعا دوت يرجع لك انت، لو حابه تضيفي خطوه النشا ممكن تحطي معلقتين من النشا على نص كوبايه من الحليب وتقلبيها وتضيفيها على الرز، هتبقى برضو خطوه اضافيه. طبعا هنا انا غرفت عندي الرز كده، والطبق الكبير ده غرفته للولاد عشان ياكلوا فيه، والباقي طبعا حطيتهم في الصحون بحيث ان حماية وقت ما يحب ياخد طبق يعني ايه بعد ما يبرد احطهم له في التلاجة وكده يعني. هنا بقى جبت بقى الكولمن عندي، ودي طبعا الحاجات الاساسيه اللي انا بعملها اول ما بنزل كل يوم ان انا بغسل الكولمن. انا طبعا لما كنت عندي في الشقه فوق وقاعدين فوق كنت باملاه، بس بما اني يعني 3/4 يومي بيكون تحت عندي حماية تحت، فباجيب فطبعا نزلت الكولمن عندي لان طبعا اغلبيه القعده بتبقى تحت فطار وغدا وعشاء، فبطلع الشقه عندي يعني ايه تخطيف او بطلعها بعد المغرب بس يعني على مدار اليوم يعني الصبح لا بطلع، بس مش كتير، مش بفضل كتير فوق، بطلع يعني اعمل حاجات بسيطه ان انا اعمل مونتاج زي ما بعمل دلوقتي، مثلا الشقه عايزه تتروق فبروقها يعني كده، بس الاغلبيه الوقت ببقى قاعده تحت. فعشان كده طبعا ده يعني ايه بملى الكولمن كل يوم الصبح واحط كده فيه ازازه التلج واسيبها بقى كده عندي باحطه بقى عندي في الصاله الولاد يشربوا واحنا نشرب منه، بحيث ان انا ايه اريح التلاجة شويه، يعني طبعا الصيف وعلى طول بقى شرب ميه وكده، فالتلاجة عندنا بتبوظ بسرعه، وانتوا عارفين اصلا التلاجات والشاشات والفريزر والحاجات دي بتبوظ كتير قوي في الصيف، بتبقى عايزه شحم. واحنا اصلا انا لسه عامله يعني الاسبوع اللي فات لسه شحنه التلاجة بتاعتي والفريزر وتلاجة حمايه تحت، دخلوا لهم في 1500 جنيه او 1600 جنيه. فانا طبعا ايه قلت ارحمي التلاجة. وانا طبعا من يوم ما اتجوزت وانا بعمل كده اصلا، لا مش من يوم ما اتجوزت عشان ما اكونش كدابه عشان ما بحبش اكدب، ممكن يعني بعد ما خلفت محمد وروان قلت خلاص بقى بدأ الهلك بقى يشتغل واروح ويجيبوا بقى يروحوا على التلاجة وكده، فعملت خطوه الكولمن دي بقت اساسيه عندي كل صيف. هنا بقى كانت الساعه 2 دخلت بقى ان انا اجهز الغدا، فدخلت بقى كده عندي الفراخ بعد طبعا ما تبلت معايا شلت من عليها البصل كله، وجبت كده عندي صينيه حطيت فيها ماده دهنيه، اي ماده دهنيه عندك، زيت سمنه دهن اي ماده دهنيه. حطيت الفراخ عندي كده يعني خدت صدمه معايا كده واللون بتاعها اتغير. في نص الصينيه مش هنغيرها، هنزل طبعا بالبصل اللي انا كنت متبلاه بالفراخ وشلته من عليها وقت ما كنت بديها صدمه. طب شلتي البصل من على الفراخ ليه؟ عشان لو سبت البصل والفراخ بقى عندي تاخد صدمه هيتحرق معايا وهيغمق، وطبعا كده هيمرر لي صينيه البطاطس. فطبعا بعد ما الفراخ عندي خدت صدمه وخدت لون، نزلت عندي بالبصل اللي هو كان متبل اللي هو اللي انا قلت لكم عليه اللي هو كان في الفراخ، حطيت عليه كده نص معلقه من الثوم المفروم وعليه كده قرنين من الفلفل الحامي،
ونزلت عندي بقى بالبهارات بتاعتي اللي هي عباره برضو كمون وفلفل اسمر ومكعب من المرق والسبع بهارات ورشه من البابريكا ورشه من الزعتر. وبعد كده ما شوحت كده عندي البهارات مع البصل مع الفلفل، نزلت عندي بالبطاطس برضو شوحتها كده لمده دقيقه كده مع الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. وبعدين نزلت عندي بعصير طماطم وزودته ميه زي ما انتم طبعا شايفين كده. هبدا بقى طبعا اظبط الحدق بتاعي، ما تنساش طبعا معلقه كبيره من السكر عشان حموضه الطماطم. وبعدين كده نزلت عندي بالفراخ بعد ما البطاطس عندي غلت. هدخلها بقى الفرن وهدي عليها النار في الفرن واسيبها بقى ايه تستوي. هي بصراحه حسيت ان يعني هي كده طلعت معايا، حسيت ان اللون بتاعها اتحمش شويه، انا ما بحبش يعني تبقى اللون بتاعها كده، بس برده كانت حلوه. وحبيت كده اعمل صينيه البطاطس اخليها مبحبحه كده، يعني ما تكونش ناشفه عشان طبعا هناكلها برز وكده. خلصنا بقى اتغدينا وكنت مصوره معاكم الغدا والله وانا بحطه، وعملت رز وعملت ملوخيه وعملت اكل بعيش زي ما انا حكيت لكم طبعا ان انا لازم اعمل اكل بعيش وكده. فمعرفش الفيديو اتحذف مني، معرفش ايه اللي حصل. المهم يعني ايه كانت اخر لقطه معايا ان انا صورت لكم صينيه البطاطس بعد ما طلعت عندي من الفرن. اتغدينا بقى وغسلت المواعين وشطبت المطبخ تحت، وطلعت بقى كده عندي على الشقه افرش بقى. انا طبعا يعني كنت غاسله السجاد معاكم من الفيديو اخر فيديو اللي فات، يعني انا طبعا كنت غاسلاه بقالي ونشف بقالي يومين 3 كنت لسه ما فرشتش. فقلت بقى خلاص حان البدء اللي احنا ايه نفرش وكده. فطلعت بقى كده عندي فرشت بديل السجاد طبعا زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم الالوان بتاعت بديل السجاد احلى مليون مره من في الحقيقه احلى من التصوير، والله العظيم التصوير ظالمها كتير. يعني في الحقيقه احلى مبهجه كده والوانها مزهزهه وبصراحه تحفه. وفي حد كان كاتب لي قبل كده تعليق بيقول لي بعد ما تغسلي الكفر دي، طبعا دي اول مش الكفر اقصد الوشوش بتاعه المجلس او القعده العربي، بعد ما تغسليها شو قولي لنا بقى كده اللون بهت معاكي ولا ايه؟ لا ما بهتش ولا اي حاجه. وانا طبعا ذاكره ده كده في الفيديوهات اللي فاتت لان قلت لكم ده كتان. الكتان بيختلف عن اي نوع قماش تاني، وبصراحه الكتان في الركن اللهم صل على النبي وفي القعده العربي بصراحه تحفه. وهفضل رايي فيه مستمر، لان طبعا انا كنت مجرباه قبل كده لما كنت عامله كفر للركنه بتاعتي القديمه قبل ما اجددها، كنت جايباه منه. كان بصراحه حلو جدا، ولما بتيجي تغسليه لونه بيبقى بيحلو وبيزيد حلاوه اكتر. فانا عندي راي لسه ما بهتش ولا اي حاجه، زي ما قلت لكم ده كتان، الكتان مش بيبهت وما نسلش معايا ولا اي حاجه. المخاوف اللي كانت عندي والناس اللي سالتني برضو على العيوب بتاعته كده، هو بصراحه لحد دلوقتي ما ظهرش اي عيوب معايا للكتان. وبما اني جايباه قبل كده برضو ما كانش له اي عيوب، فبصراحه حلو جدا لانواع الكتان. مش عارفه بقى كل انواع الكتان كده ولا النوع اللي عندي، مع ان النوع اللي عندي مش النوع اللي هو مش انضف حاجه ولا احلى حاجه، لا في احلى من كده. بس انا لما جيت اجيب احلى من كده الالوان ما عجبتنيش. يعني انت كل ما تجيبي قماش الكتان يكون احلى او انضف، اقصد في الخامه والسعر، يعني هتلاقي الوانه انا بالنسبه لي انا ما حبيتش الالوان اللي هي اللي كانت يعني اعلى سعر في الكتان. كانت الراجل عاملها يعني لما رحت كده المعرض اللي انا اجيب منه القماش وكده واختار، فالراجل كده حاطط كل السعر كده جايب منه تشكيله، فكان اعلى سعر الوانه مش ما فيش لون عجبني خالص. فطبعا قلت لا، فدوت كانت الدرجه بتهيألي يعني دوت درجه متوسطه، يعني السعر بتاعه متوسط مش غالي قوي. بصراحه الراجل ما قاليش على السعر بتاعه، بس هو يعني قال لي مش الغالي اللي انت ايه اللي في دماغك، يعني انا طبعا انا كنت عايزه اختار نوع غالي بس الالوان بتاعته ما عجبتنيش ومش لقيتها مش هتستحمل معايا الولاد. فانا حبيت دوت وجبت دوت عشان الوانه، وفي نفس برضو الوقت الخامه بتاعته حلوه، وبرضو سعره كان حلو كان على قد ايدي وكده. فده بالنسبه للناس اللي سالتني على العيوب بتاعه الكتان قماش الكتان. لحد دلوقتي يا جماعه ما لقيتش اي عيوب فيه، لا نسل ولا بهت. هو اصلا الكتان ما بيبهتش دوت، دي حاجه معروفه يعني وحاجه اساسيه، لانه مش يعني تبقى القماش بتاعه مش صبغه، تفهميني مش مسبوغ او بيقولوا عليها ايه مطبوع، مش فاهمه قوي. بس المهم ان هو ما بهتش ولا نسل ولا عمل معايا اي حاجه. وبرده الركنه طبعا زي ما انتم شايفين كده لونها بالعكس ده لونها حلو اكتر لما اتغسلت، تحس ان هي حلوت اكتر. عشان دي بس الناس اللي سألتني على الكتان انا برجع واقول اهو. خلصت بقى كده عندي المجلس ودخلت كده عندي على الركنه. طبعا الركنه برضو فردت كده طبعا كنست الاول ومسحت وفردت كده عندي بديل السجاد بتاعها بتاعه اوضه الركنه. وهبدا طبعا كده احط عندي الخداديات بالشكل ده كده. وده هنا عندي البوف كده حطيت عليه المفرش الابيض، وهنا عندي بقى الزرعه دي اتبهدلت عندي الولاد بهدلوها، عايزه اخدها للراجل اللي انا كنت عامله عنده او كنت جايباها من عنده. هو قال لي لو اتبهدلت معاكي بعد سنه بعد 2 هاتيها وانا هحط لك الزرع بتاعها.
انا غلطت برضو، انا كنت امبارح في ابو حماد ونسيت اخدها معايا خالص. فان شاء الله يا رب افتكر المره الجايه وايه وانزل اغيرها. دي برضو الزرعه كده حبيت كده ان انا ابخها كده بالميه واديها كده مسح وبس كده. دوت كان فيديو النهارده او كان روتين النهارده، هو روتين بسيط وخفيف كده، ما حبيتش ان انا اتقل عليكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.